بتحبوا البيتزا بس بتكرهوا دوشة الدقيق والعجن. طيب إيه رأيك إنِّك ممكن تعملي بيتزا من غير عجن بطعم أحلى من الجاهز بكتير؟ النهارده هاعمل لِك أسرع بيتزا في البيت بمكونات موجودة في مطبخِك، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد. يالّا بينا نعمل أحلى بيتزا سريعة بدون عجن، يالّا بينا مع بعض. جبت طاسة ونزلت بمعلقتين زيت وسبتهم يسخنوا، ونزلت عليهم ببصلاية مقطعاها جوانح، بصلاية متوسطة يا جماعة مش كبيرة أوي. تقدري تعملي بصل أحمر أو بصل أبيض ما فيش مشكلة. هننزل عليهم دلوقتي معانا ربع كيلو صدور فراخ مقطعاهم مكعبات، تقدري تعملي الكمية اللي أنتِ عايزاها وتزودي زي ما أنتِ عاوزة. نبتدي نشوح كده بقى الفراخ مع البصل بالطريقة دي لحد ما لونها يبتدي يتغير معانا. شوحي كده يا جماعة. هننزل دلوقتي بفص واحد توم، هيدينا ريحة وطعم في منتهى الجمال. ولو ما بتحبوش تقدري تستغني عنه ما فيش أي مشكلة. نشوّح بقى كده كويس جدًا لحد ما لونها يبتدي معانا إيه، تحسّي إن الفراخ استوت كده. تقلّبي بالطريقة دي. شايفين يا جماعة مقطّعاها مكعبات صغيرة إزاي؟ شايفين لونها بقى عامل إزاي؟ يالّا ننزل بالتوابل. معايا نُص معلقة ملح، ومعايا نُص معلقة فلفل صغيرة، ومعايا ربع معلقة بهارات فراخ، ومعايا دلوقتي نُص معلقة بابريكا. هننزل بقى ونبتدي نشوّح كده لحد ما الريحة تطلع معانا ونحس إن الفراخ خلاص استوت تمامًا. شايفين يا جماعة لونها عامل إزاي؟ خطيرة وفي منتهى الجمال. بعد ما شوحناها بالطريقة دي، شايفين يا جماعة شكلها عامل إزاي؟ خطيرة وفي منتهى الجمال وريحتها حلوة. توابل بسيطة، ما زودناش في كمية التوابل، وتقدري تعملي البيتزا بأي حشوات أنتِ عاوزاها. شايفين يا جماعة استوت معانا إزاي؟ ما شاء الله، خلاص كده استوت تمام. يالّا ننزل بقية المكونات. معايا كده إيه 3، 4 صوابع كده hot dog أو سوسيس زي ما أنتِ عاوزة، قطعيهم شرايح رفيعة كده وابدئي شوحي كده مع بعضهم. زي ما اتفقنا تقدري تعملي بلحمة مفرومة، تقدري تعملي بفراخ، تقدري تعملي بلانشون، تقدري تعملي بسلامي، تقدري تعملي زي ما أنتِ عاوزة، بسطرمة، تقدري تعملي بجبن بس. يعني عندِك أي حاجة في التلاجة تقدري تلميها في البيتزا. نزلنا دلوقتي بطماطماية أو قطاية مقطعينها جوانح بالطريقة دي، رفيّعة جدًا يا جماعة، ونبتدي نشوّح كده. طبعًا البيتزا دي عشان إحنا عاملينها بالتوست لازم الحاجة ندّيها تشويحة كده. ومعانا دلوقتي فلفل، تقدري تعملي فلفل أخضر أو فلفل ألوان زي ما أنتِ عاوزة. لازم نشوّح الخضار مع السوسيس مع الفراخ كده يا جماعة حوالي 5 دقايق كده. بياخد معانا نُص سِوَى كده عشان أمّا نحطه على البيتزا يطلع معانا خطير وفي منتهى الجمال. شايفين شكله عامل إزاي؟ يالّا بينا دلوقتي هنرفعه من على النار ونبتدي نشوف الخطوة اللي بعد كده. يالّا نعمل صوص البيتزا السريع. معايا دلوقتي معلقتين صلصة أو معجون الطماطم، وهننزل عليهم بمعلقتين كاتشب، وهننزل عليهم دلوقتي معانا فص توم واحد بس يا جماعة. يالّا بينا ننزل بالتوابل. معايا نُص معلقة زعتر، ونُص معلقة روزماري، ونُص معلقة توم باودر، ونُص معلقة بابريكا. هانزل عليهم دلوقتي ب3 معالق مَيّة، مَيّة عادية جدًا يا جماعة من الحنفية، وتبدئي تقلبي كده. أسهل صوص هتعمليه وخطير وفي منتهى الجمال. كده صوص البيتزا خلاص خلص معانا. شايفين شكله عامل إزاي يا جماعة؟ جبت صينية كده وحطيت فيها ورقة زبدة افرشيها فيها واديها دهنة زيت خفيفة كده خالص يا جماعة. يالّا بينا دلوقتي معانا توست، ودي أسهل وأسرع بيتزا هتعمليها، مش هتاخد منِّك 10 دقايق. تبتدي كده نرص التوست كده واحدة قصاد واحدة كده بالطريقة دي. شايفين يا جماعة سهلة جدًا وخطيرة ومش هتاخد منِّك وقت. رصي كده بقى بالطريقة دي. جاية من الشغل بقى كده وعاوزة تعملي حاجة سريعة بدل ما تقعدي تعجني عجينة بيتزا وتعملي، دي سهلة جدًا يا جماعة. قايمة كسلانة ومش عاوزة تعملي أكل اعمليها سهل، جالِك ضيوف فجأة هتعمليها سريعة جدًا يا جماعة. هترصي كده على طول التوست وتنزلي بصوص البيتزا الخطير اللي إحنا عاملينه ده واحدة واحدة كده. شايفين يا جماعة هتجيبي كيس واحد هتعملي منه أحلى بيتزا. بدل ما تقعدي بقى كده تجيبي العجين، لأ اعمليه سريع كده يا جماعة. هو كيس واحد وابدئي وزعي كده عليه. ما شاء الله شايفين يا جماعة لون الصوص خطير إزاي وجميل وسهل، مش هياخد منِّك وقت خالص. وصفة خطيرة وسهلة جدًا وخفيفة كده وأنتِ بتاكليها، وهتلاقيها طعمها في منتهى الجمال. بعد ما دهنا صوص البيتزا الخطير دوّة على التوست بالطريقة دي، يالّا بينا دلوقتي رشة جبنة موتزاريلا كده على الوش. حاجة جميلة وخطيرة وفي منتهى الروعة يا جماعة وسهلة جدًا. لو عندِك بنوتة تقدر تعملها ما فيش مشكلة، مش صعبة خالص. لو شاب حتى يقدر يعملها كده، هيجيب التوست ويعمله يطلّع أحلى بيتزا ياكلها. وزّعي كده الجبنة بالطريقة دي. شايفين يا جماعة الجمال والعظمة ده؟ يالّا بينا دلوقتي معانا دلوقتي زيتون مخلي، تقدري تحطي زيتون أسود أو أصفر كده ما فيش أي مشكلة خالص. يالّا بينا نوزّع كده بس ما تكتّريش في الزيتون عشان ما يخلّيش البيتزا حادقة معاكِ. يالّا بينا دلوقتي هننزل بالطبقة التانية من التوست كده وترصيها زي الأولانية بالضبط، بالطريقة دي. بس حاولي ما تخلّيش مسافة بينهم عشان لمّا تيجي تشيليها تكون كده القطعة مستوية كده وجميلة وفي منتهى الروعة. لو في زيادة كده هتقصيها وتكمّلي الجوانب كده تقفليها خالص.
ودي خطوة مهمة يا جماعة عشان تطلع معاكِ كده قطعة واحدة في منتهى الجمال. شايفين بعد ما رصيناها بالطريقة دي، اضغطي ضغطة خفيفة كده ويالّا بينا دلوقتي هننزل بصوص البيتزا الخطير برضه، وندهن بقى بالطريقة دي. غطّيه كل التوست بصوص البيتزا، لازم تغطّيه خالص يا جماعة ما تخلّيش ولا حتة كده، هيدّيكِ طعم ولون في منتهى الجمال. دلوقتي بعد ما نزلنا بصوص البيتزا كده ودهناها، يالّا بينا دلوقتي رشة جبنة موتزاريلا كده يا جماعة، تقدري تحطي جبنة رومي زي ما أنتِ عاوزة، ليكِ طعم في منتهى الجمال. برضه بتجيبي الجبنة الرومي مبشورة. يالّا بينا ننزل بالخلطة بقى الخطيرة، الفراخ كده على السوسيس، حاجة في منتهى الجمال، هيدّيكِ طعم في منتهى الروعة. ابدئي كده وزّعيها على كل قطعة بالطريقة دي. شايفين يا جماعة أحلى بيتزا وخفيفة وسهلة جدًا، ما بتاخدش وقت خالص والله، 10 دقايق هتكوني خلّصتيها. رصي بقى الكمية كلّها كده واملي البيتزا كده عشان تاكلي القطعة تلاقيها كده مليانة اللحمة والسوسيس والخضار. نبتدي بقى دلوقتي معانا زيتون كده ورُشّي على الوش كده بالطريقة دي. شايفين يا جماعة شكلها عامل إزاي؟ وهتطلّعيها خطيرة وفي منتهى الجمال، هتعجب كل اللي هياكلها وهيشكرِك عليها وهيقول لِك الطريقة عاملة إزاي. اعمليها لأولادِك كده بدل ما تشتريها من برّه، اعملي كل حاجة في البيت أوفر وأحسن وأنضف، وبتأكّلي ولادِك حاجة مضمونة وعارفة أنتِ بتأكّليهم إيه. ودلوقتي بعد ما وزّعنا الحشوة الخطيرة دي، يالّا طبقة حلوة كده من الجبنة الموزاريلا كده، وتبدئي توزّعيها على كل القطع كده بالطريقة دي. شايفين يا جماعة الزيتون مع الفراخ مع السوسيس مع الخضار اللي إحنا حاطينه كده، هيدّيكِ طعم في منتهى الروعة. إحنا دلوقتي طبعًا هننزل بمعلقتين سمنة بلدي كده على الوش وتقدري تستغني عنهم، بس فعلًا بيفرقوا في طعم البيتزا جدًا يا جماعة. كده خلّصناها تمام، بسم الله ما شاء الله. يالّا بينا دلوقتي هندخّلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف اللي قبل الأخير تحت، هتقعد معانا بالضبط ربع ساعة، وهتشغّلي الشواية ثواني كده وتطلّعي أحلى بيتزا هتاكليها في حياتِك. ودي البيتزا الخطيرة بعد ما طلّعناها كده من الفرن، تقدري تخلّي وشّها يتحمّر شوية لو بتحبيها مقرمشة. شايفين الجمال والعظمة دي؟ يالّا بينا نقطع كده قطعة ونشوف مع بعض الجمال والعظمة اللي إحنا عاملينه دوّة. شايفين يا جماعة شكلها عامل إزاي؟ بسم الله ما شاء الله وريحتها وطعمها في منتهى الجمال. يالّا بينا دلوقتي نشوفها كده من تحت، شايفين الجمال والعظمة دي محمّرة إزاي؟ خطيرة. وبكده نكون خلّصنا أسهل وأسرع بيتزا ممكن تعمليها في حياتِك، طعمها ومذاق من غير عجن ولا تعب. جرّبوا الطريقة دي ومستنية أشوف تعليقاتكم الجميلة على الوصفة، ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم، وتعملوا شير كتير عشان الكل يستفيد، وعشان يوصل لكم كل جديد من الوصفات السهلة والسريعة وبالهنا والشفا على قلوبكم. جرّبوها وادعوا لي واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة. سلام عليكم.